بسم الله. ان شاء الله النهارده هنعمل الفطير المشلشت من الالف للياء الطريقه الصعيدي. معانا ملح وسكر، هندوبهم في الميه. معانا زيت، معلقتين زيت بس يكون حلو. حطينا كيلو ونص دقيق، نفضل نعجن فيه لحد ما تتجانس العجينه تبقى قوامها حلو. هنا بعد ما العجينة بدأت تتماسك معانا تبقى بنفس القوام ده، نكورها نديها مسحة زيت خفيفة ونغطيها بكيس نايلون لمدة ربع ساعة. هنا بعد ما كورناها ما شاء الله عليها، هنا بعد ما ارتاحت ربع ساعة هنا بنبدأ نفردها. هنبدأ نفردها هنا بدأت تتفرد معانا حلو ما شاء الله، اتفردت خالص. هنحطها على صينية تانية وهنبدأ نفرد واحدة تانية غيرها عشان بنحط فطيرتين فوق بعض. هنا بنبدأ ندهن السمنة ونوزعها على الفطيرة كلها ونحط الطبقة التانية عليها، وبعد كده بنحط سمنة برضو فوق الطبقة التانية. دي الفطيرة التانية بنحطها عليها. هنا نبدأ نطبقها. هنطبقها آخر تطبيقة وندهنها سمنة برضو. بعد كده هنكورها ونحطها على الصينية على وشها. لازم بنعمل كده عشان تبقى مورقة. هنا بندهنها سمنة وبعد كده بنفردها. بعد ما نفردها بنحطها في الفرن لمدة 40 دقيقة بتكون زي الفل، لونها ذهبي وحلو. هنا بعد ما طلعت هنا بديها رشة مية خفيفة عشان الوش يطرى، لان هي طالعة طرية بس عشان تبقى مروجة. هنا دي بعد ما قلبنا الصينية ده فطيرة من تحت. هنا اخر ما خلصنا الفطير تبارك الله عليه طاري زي الملبن. وده الفطير الصعيدي من الالف للياء. دمتم في رعاية الله، لايك وشير واشتراك في القناة.